في ليلة هادية في مدينة صغيرة بالجزائر، الدنيا كانت شكلها عادي جدا لحد ما الجو اتغير فجأة. الناس في حي من الأحياء بدأوا يشموا ريحة غريبة، ريحة مش أكل محروق ولا زبالة مرمية، لأ، دي ريحة خانقة تخليك تحس إن في حاجة مش طبيعية بتحصل في المكان ده. واحد من السكان وهو راجع بيته بالليل لقي كيس بلاستيك أسود كبير مرمي كده على جنب. الكيس كان تقيل ومشدود ومربوط جامد من الأطراف وبيخر سائل لونه غامق. الراجل وقف متجمد، قلبه دق بسرعة، بس الفضول غلبه. قرب ورزع الكيس برجله جامد. الكيس ما اتحركش زي أي كيس زبالة، وهنا الشك دخل قلبه. رجع شوية لورا وبلغ الشرطة، ومع وصولهم للمكان اتغير المشهد من مجرد ريبة عادية وقلق للرعب في المكان كله. فتحوا الكيس وهنا الكل اتصدم. قدامهم جزء من جثة بنت ملامحها لسه باين، لكن وشها شاحب جدا ومشوه. الجريمة كانت أبشع مما أي حد ممكن يتخيل. السؤال اللي صدر المشهد في الوقت ده: مين البنت دي؟ وإزاي انتهت حياتها بالشكل المرعب ده؟ البنت اسمها عبير، طالبة جامعية في اسم اللغة الفرنسية، معروفة إنها مؤدبة وطيبة ودايما مبتسمة. في يوم الحادثة عبير رجعت من الجامعة، جابت شوية حاجات للبيت ودخلت عمارتهم عادي جدا، ومن اللحظة دي اختفت تماما، محدش شافها تاني. أهلها استنوا واتصلوا بها كتير، حاولوا يوصلونها بأي شكل، لكن مفيش أي رد. عبير اللي عمرها ما غابت عن البيت كأنها اتبخرت. العيلة بلغت الشرطة، لكن الشرطة كان عندها بلاغ تاني: العثور على الكيس الأسود اللي فيه جثة بنت. التحقيق بدأ، والشرطة رجعت الكاميرات حوالين العمارة، وفعلا ظهر إن عبير دخلت العمارة وما خرجتش منها. استجواب السكان، الكل قال إنها بنت محترمة وما بتعملش مشاكل مع أي حد، لحد ما طفلة صغيرة اتكلمت وقالت كلمة غيرت مجرى القضية كلها. الطفلة قالت إنها شافت عبير وهي بتتسحب بسرعة جوه شقة في الدور الأول. المحققين راحوا الشقة وفتح لهم شاب في التلاتينيات، شغال عامل بناء. شكله كان كويس بس عينيه مضطربة وفي قلق، وطول الوقت هما واقفين بيتكلموا معاه كان بيتعرق كتير. مفيش دليل قوي ضده غير شهادة الطفلة، لكن خبرة المحققين قالت لهم في حاجة غلط. طلبوا إذن تفتيش الشقة، وهنا بدأت الأدلة تظهر: بقع دم باهت على الأرض، وقماش ممزق، وأداة معدنية حادة. الشاب اتقبض عليه واتاخد على المركز. في الأول أنكر وحاول يلف ويدور، لكن الأدلة كانت محاصرة من كل اتجاه. الكاميرات وشهادة الطفلة وآثار الدم وحتى الجروح الصغيرة اللي على رقبته كانت واضحة إنها نتيجة مقاومة من الضحية. وبعد ساعات طويلة من التحقيق انهار واعترف. اعترف إنه خطف عبير وخلص عليها، وقال إنه عمل كده بسبب الانتقام. القصة بدأت لما حاول يتقدم لخطبتها قبل فترة، لكن عيلتها رفضته، والرفض كان جارح جدا بالنسبة له. الموضوع قلب معاه من إعجاب لحقد، ومن حقد لرغبة في الانتقام. لكن الكارثة ما وقفتش هنا. التحقيق كشف إن في أفراد من أسرته شاركوه في التستر على الجريمة. الجيران شافوا والدته خارجة من العمارة شايلة أكياس سودا كبيرة. واحدة من إخواته اعترفت إنها سمعت صريخ وخبط جوه الشقة، لكن خافت تخرج. الأم نفسها اتهموها إنها ساعدته في التخلص من الأدلة. الجريمة دي ما كانتش مجرد فعل فردي، دي بقت قضية عيلة كاملة متورطة. المحاكمة كانت أشبه بمسرح رعب،
القاعة مليانة ناس، الكل مذهول من اللي بيسمعوه. الأدلة اتعرضت، والكاميرات، واعتراف القاتل، وشهادات الجيران، وأقوال أفراد الأسرة. الحكم صدر بالإعدام على القاتل، وكمان على والدته وبعض من إخواته اللي شاركوه في إخفاء الجريمة. لكن لحد النهاردة في سؤال ملهوش إجابة: فين باقي أجزاء جثة عبير اللي لسه متعثرش عليها لغاية النهاردة؟ القضية اتقفلت رسميا، لكن الحقيقة عمرها ما اكتملت. في سر مدفون، وفي حاجة لسه مختفية، يمكن منعرفهاش أبدا. والمدينة لحد النهاردة كل ما يتقال اسم عبير، الناس تفتكر واحدة من أبشع الجرائم اللي عرفتها الجزائر. هنا نقدر نقف ونسيب سؤال للمشاهدين: انتوا شايفين ليه باقي الجثة ما ظهرش لحد دلوقتي؟ وهل فعلا القاتل كان لوحده، ولا في سر أكبر ورا الحكاية؟ وكده تكون انتهت حلقة النهاردة. أشوفكم في حلقة جديدة. مع السلامة.